زي ما انتوا شفتوا بيتك في غيطك كيان مش اسم فقط، محتوى على ارض الواقع مش اسم فقط. بيتك في غيطك مشروع رجل على الاسفلت ورجل في الارض. هتقدر ان انت تبني على دماغ الاسفلت مباشر وتبقى ارضك ورا منك، ويبقى بيتك على دماغ الارض بتاعتك، يعني اسفلت وبيتك على دماغ الارض على الاسفلت. وداعا لهدام المجتمع، الارض قانونيه 100%، الارض محضر تسليم من محافظه الوادي الجديد، اتاحه الفرصه لتمليك الارض باسمك مباشر. بيتك في غيطك بعد النظر في سابقه الاعمال ونجاح هذا المشروع، انشاء مجتمع زراعي عمراني على ارض الواقع. يبقى معاك بيتك ومعاك المواشي بتاعتك ومعاك الطيور بتاعتك والزراعه ورا منك. بيتك في غيطك المشروع التقليدي، الطاقه الشمسيه ال175، البير الاعماق ال750 متر. بيتك في غيطك معاينات كل اسبوع، خميس جمعه سبت، وكمان هتلحق معانا الحد معاينات على ارض الواقع. لو انت جاي من اي محافظه من محافظات مصر او عايز تحجز هترسلنا على الرقم الخاص بي انا شخصيا، هنحجز لك المعاينه، والمعاينه مجاني، وهتيجي بعينك تشوف الاراضي اللي زرعت واللي بتزرع واللي هتزرع، وتشوف فعلا المشروع على ارض الواقع. اراء المعاينين بتهمنا جدا في المعاينات، ان انت يعني بتجمع معلومه عن طريق الفيديوهات، عن طريق المعاينين على ارض الواقع. سيدي بيتك في غيطك ان شاء الله ده محتوى جميل والله بجد، ولا اسم فقط؟ لا والله، الله يبارك لك بجد، الله يبارك لك حاجه مشرفه. قرب شويه عادي. والله حاجه مشرفه، وشفنا على الطبيعه على الطريق والارض والدنيا حلوه، وبيتك في غيطك ده حقيقه. ورحنا لكم واحد هنا شربنا معاهم شاي، ناس ساكنه هنا وقاعده في بيوتها وفي ارضها. حاجه حقيقيه مش كذب ولا على الواقع، احنا شفنا على الواقع بصراحه. ربنا يبارك لك، ربنا يبارك فيك سعاده الريس. الله ينور، الله ينور، الله يصلح حالك ويبارك لك يا شيخ اسامه. والله حاجه كويسه والله. فاحنا بندعو الناس والله ان هم يجوا يشوفوا اللي على ارض الواقع. والله حاجه جميله، وتيجي بنفسك تشوف، لازم تشوف بعينك. احنا شفنا من الصبح ورحنا على كم واحد هنا شاريين ولهم ارض. شكل الارض حلو اللي زرع. المعاينه خير دليل. المعاينه خير دليل. الله يبارك لك. هتبقى دي زي اللي هناك ولا كلام وحي خيال؟ دي الافضل. سالنا الناس كتير دي الافضل في الامكانيات الجديده والبير الجديد والاستصلاح الجديد والشبكه الطرق الجديد. يبقى انت كده متابع. هو بيقول كده ليه بقى؟ بيقول كده ليه الاستاذ؟ بيقول كده ليه؟ كل ما نيجي نصور موتوسيكل يعدي مفيش ولا عربيه هتيجي دلوقتي. بيقول ليه كده الاستاذ؟ بيقول لان احنا كنا فعلا، هو كده متابع معانا، كنا قبل كده شغالين البير الصغير 300 متر، بقى نعمله 750، كنا بنعمل طاقه 60 و70، بقينا نعملها هنا 175. ما عادش ليك حجه. ليه؟ عشان القضاء على فزاعه الجاز، عايزين نقضي على الديزل خالص. هنعمل بركه تاخد ميتك من البير بكميه الميه ال 270 ل 300 متر ميه في الساعه، هتحطهم في البركه بتاعتك وتاخد من البركه بتاعتك تروي ايه؟ تروي ارضك. العربيه جايه يا عبد. يبقى النهارده الارض على دماغها اسفلت عمومي. الارض هتبني بيتك على دماغ الارض على طول. الارض امكانيات عاليه جدا جدا جدا، تستطيع ان انت تزرع اي زرعه تقليديه وتحمل عليها نخيل، تحمل عليها شجر، اي نوع من انواع الاشجار، تعمل انتاج حيواني وتعمل انتاج دجني وتعمل اي مشروع من المشاريع الصغيره اللي انت عايز تعملها. الحجز معانا في المشروع اخر 30 فدان معانا في مشروع بيتك في غيطك. التواصل معانا انا شخصيا 0100 879 1285.